مرحباً، أنا الدكتورة نور الأمل، أخصائية في علاج السرطان. اليوم سنتحدث عن أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي، وهو فقر الدم. الكثير منكم يشعرون بالتعب، وضيق التنفس، والدوخة. هذه علامات على وجود فقر في الدم، لكن لا داعي للقلق، فهناك حلول، وخاصة من خلال التغذية السليمة. العلاج الكيميائي يعمل على تدمير الخلايا السرطانية، لكنه يؤثر أيضاً على نخاع العظم الذي ينتج كريات الدم الحمراء. لذلك تنخفض نسبة هذه الكريات ويظهر فقر الدم. ولهذا من المهم أن تدعموا أجسامكم بتغذية غنية بالحديد والفيتامينات والبروتينات. إليكم قائمة بالأطعمة التي تساعد على تصحيح فقر الدم، مع الانتباه إلى التفاعل مع بعض الأدوية. الأغذية الغنية بالحديد الحيواني: كبد البقر، كبد الدجاج، اللحم الأحمر الخالي من الدهون، السردين، التونة، الماكريل، قلب الدجاج، الكلى. الأغذية الغنية بالحديد النباتي: العدس، الحمص، الفول، الفاصوليا، السبانخ، السلق، البقدونس، البنجر، بذور السمسم، بذور اليقطين، الخبز الكامل، الشوفان، الكينوا، التمر، الزبيب، التين، المشمش المجفف. مصادر فيتامين ج: عصير الليمون الطازج، عصير البرتقال الطبيعي، الكيوي، الفراولة، الأناناس، الفلفل، الطماطم، البروكلي، مشروب السبانخ مع البرتقال والجزر. مصادر فيتامين باء 12 والفولات: البيض المطهو جيداً، الجبن، الحليب، الخضار الورقية مثل الخس، الجرجير، السبانخ، خميرة البيرة، حبوب اللقاح، جنين القمح، الكبد، مشتقات الكبد. مصادر البروتين: صدر الدجاج، الديك الرومي، السمك الأبيض مثل الميرلان، الكولي، البيض، الجبن الطازج، اللبن، العدس مع الأرز أو البرغل. العصائر والمشروبات المفيدة: عصير الرمان، عصير الجزر مع البرتقال، منقوع الزنجبيل، ماء مع الليمون، عصير السبانخ مع التفاح والليمون. من الأفضل أن تتناولوا الحديد النباتي مع مصدر لفيتامين ج لتحسين الامتصاص. بعض الأطعمة وبعض الأدوية قد تمنع امتصاص الحديد أو تتفاعل مع العلاج الكيميائي أو المكملات الغذائية: الشاي الأسود، القهوة، الكاكاو، لأنها تحتوي على مواد تمنع امتصاص الحديد. الحليب، منتجات الحليب، لأن الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد. المكملات التي تحتوي على الكالسيوم أو الزنك أو المغنيسيوم لا يجب أن تتناولوها مع الحديد في نفس الوقت. الجريب فروت يجب أن تتجنبوه مع بعض أدوية السرطان لأنه يغير مفعول الدواء. السبانخ المطبوخة كثيراً، الراوند، الشوكولا الداكن بكثرة، تمنع امتصاص الحديد. الكحول يضعف نخاع العظم ويزيد من تأثير الأدوية السامة على الكلى. المنتجات الصناعية مثل النقانق والمعلبات، المشروبات الغازية، السكريات، تضعف المناعة وتزيد الالتهاب. من المهم جداً أن تعرفوا أن هناك أدوية تتعارض مع الحديد. إذا كنتم تتناولون أياً من هذه الأدوية، فاستشيروا طبيبكم أو الصيدلي لتفادي التفاعل. أدوية الحموضة مثل أوميبرازول، رانيتيدين. بعض المضادات الحيوية مثل دوكسيسيكلين، سيبروفلوكساسين، نورفلوكساسين. أدوية الغدة الدرقية مثل ليفوثيروكسين. أدوية الصرع مثل كاربامازيبين. مكملات الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم، إذا تم تناولها في نفس الوقت مع الحديد. كل هذه الأدوية قد تمنع امتصاص الحديد أو تقلل من فعاليته. لذلك من الضروري أن تتركوا فاصلاً لا يقل عن ساعتين قبل أو بعد تناول مكملات الحديد، ولا تتناولوا أي دواء مع الحديد إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي. هذا يفسر لماذا لا يتحسن فقر الدم رغم الالتزام بالمكملات عند بعض المرضى. فالعلاج لا يعتمد فقط على الجرعة، بل على التوقيت وعلى التفاعل بين الأدوية. في بعض الحالات قد يصف الطبيب مكملات مثل حديد عن طريق الفم، حديد عن طريق الوريد، فيتامين باء 12، حمض الفوليك، أدوية محفزة لإنتاج الدم. وفي بعض الحالات قد تحتاجون إلى نقل الدم لتعويض النقص بسرعة، ويتم هذا القرار حسب تحاليل الدم وحالتكم العامة. وأمر مهم جداً يجب أن تفكروا فيه منذ بداية العلاج الكيميائي هو ضرورة وجود شخص أو أكثر من العائلة مستعد للتبرع بالدم عند الحاجة، لأن المريض خلال فترة العلاج قد يحتاج إلى نقل دم في أي لحظة، سواء بسبب فقر الدم أو بسبب انخفاض المناعة. التبرع بالدم ليس فقط لإنقاذ حياة مريض، بل هو أيضاً عمل إنساني عظيم، ويساعد الجسم على تجديد خلاياه وتحفيز المناعة. فكروا دائماً في التبرع بالدم، خاصة إذا كان أحد أفراد عائلتكم يخضع للعلاج الكيميائي. وجود متبرعين دائمين في العائلة يساهم في حماية المريض وتسهيل العلاج وتجاوز المضاعفات.
التبرع بالدم هو هدية حياة لكم ولمن تحبون. لا تأخذوا مكملات أو تطلبوا نقل دم من دون تقييم طبي دقيق، خصوصاً إذا كنتم تستعملون أدوية مثل سيسبلاتين أو غيرها من الأدوية التي تؤثر على الكلى. فقر الدم أثناء العلاج الكيميائي أمر شائع، لكنه يتحسن بشكل واضح إذا اتبعتم تغذية مناسبة وتعليمات دقيقة. احرصوا على احترام النصائح وضبط المواعيد وتفادي كل ما يعارض العلاج. كل لقمة تختارونها بعناية تقربكم من الشفاء وتمنحكم طاقة جديدة. إذا استفدتم من هذا الفيديو شاركوه مع من تحبون وساعدونا في نشر الأمل. أنا الدكتورة نور الأمل، معاً نحارب السرطان بالأمل والمعرفة والعناية.